اورلاندو بايرتس ما كانش عنده خيارات كتير في ظل طبعا النقص العددي اللي عنده من اصابات ورحيل نجوم وعدم استخدام نجوم جديده تعوض النجوم اللي رحلت. فقدام اورلاندو بايرتس ما كانش عنده حلول الا ان هو فضل ان هو يعقرب الدنيا ويبتدي بتشكيل كله لعيبه بتلعب في مركز 8. عمر الساعي لعبه وينج يمين وهو بيلعب في مركز 8. امام عاشور لعبه وينج شمال وهو بيلعب في مركز 8. طبعا قفشه كان بيلعب في مركز 8 وكمان معاه كريم نيدفيد بيلعب في مركز 8. والباك الشمال اللي عنده كان احمد نبيل كوكا اللي بيلعب برضه في مركز 8. شفت كل اللعيبه دي بتتوظف في اماكن هي ما بتلعبش فيها. ممكن امام عاشور ابتدى ياخد على المكان وابتدى يبقى ليه بصمه في مركز الوينج الشمال، لكن برضه ما يبقاش الحمل كله على امام عاشور. عمر الساعي قدم شوط او لغايه اما طلع كان بيقدم مباراه ممتازه، الا انه بيظل برضه بيلعب في مكان مش مكانه.